أمنية قديمة لإخواني المواطنين، وبإلحاح وبشريحة ليست بالقليلة من بني وطني تعرضوا ما بيقول ظلم، لكن فوات فرصة لتمتعهم بالرعاية السكنية وأخذ قرض كافي لبناء بيتهم. الرئيس من طبيعة التشريعات أنها تتغير لتتوائم مع متغيرات المجتمع وحاجات المواطنين. عندما تم وضع 140,000 دينار كان المواطن الكويتي بإمكانه يشتري بيت ويوفر فلوس من 140,000. على الأخ الرئيس المواطن الكويتي يشتري أرض تأكل ميراثه ولا يبقى له شيء. بعدين الأخ الرئيس رفع السقف إلى 200,000. أخوي بدر الله يرضى عليك عشان الكويتيين يدعوا لك طول حياتك وبعد ما ماتك بعد طولة عمر. والحكومة إذا دام الأراضي ترتفع ما راح يتعنون الكويتيين بعيشتهم. مو كل كويتي يحصل له فلوس يشتري له أرض، ومو كل كويتي عنده 100,000 و120,000 عشان يشتري أرض فاضية. بتسوي خير بأهل الكويت وانت من أبناء أهل الكويت المخلصين يا أبو ناصر. وفر الأراضي، خل ما يصير زيادة طلب على أراضي الفضاء، تنزل تلقائيا. ولا يعقل أن يكون استثمار المواطنين على أراضي فضاء. إذا الأرض قليلة وما عليها تجارة، المواطن يستثمر في أشياء أخرى تعود بالفائدة على البلد، ينمون البلد، بدل لا يصير استثمار بأراضي الفضاء وتجارة بالأراضي الفضاء السكنية الخاصة اللي يقصدها.